السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم الشيف سفيان. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم جوج وصفات ساهلين واقتصاديين والاهم كيوجدوا بسرعه. الوصفه الاولى عباره عن كيك بدون دقيق وبدون خمارات كما شفتوا معايا في العنوان، وعصير باللبن اللي اسرع واسهل من انكم توجدوه، وكيجي بحال ديال الزنقه اللي كناخذوه. طبعا باش تعرفوا هادشي كامل تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تكتشفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو اشتركوا في القناه وعملوا لايك وبارطاج وكومونتير زوين. خليكم معايا ان شاء الله حتى الاخر باش تكتشفوا معايا الطريقه ديال هاد الكيك الرائعه خفيفه شيشه كما قلت لكم، بدون دقيق وبدون خمارات، سهله وكما كتشوفوا كتجي تبارك الله طالعه بزاف. خليكم معايا حتى الاخر. على بركة الله نبداو. هنا غنحتاج كمقادير 3 البيضات يكونوا طبعا بحرارة المطبخ، عندي ربع كاس ديال الزيت، كاس معامر ديال السكر السنيده، كاس العنبه الحليب يكون بحرارة المطبخ. هنا عندي نكهه ديال القهوه تلقى اختيار لكم، 2 معالق كبار حتى 3 ضبط الكاكاو المر. وهنا عوض الدقيق درت البسكوي عادي كيدير درهم. هنا كما شفتوا راه عوضته بلا ما ديروا الدقيق زعما. هنا المكون كما شفتوا ما ذكرتش لكم خمارات، درت هاد البيكربونات. هاد البيكربونات الصراحه غزالين ورائعين، كيجيو في الكيك والبان كيك وحتى في الكاب كيك كيجيو كيخليو الكيك تجي طالع. خليكم معايا. اول حاجه خديت خلاط الكهربائي، يمكنكم ديروا المكسور الا ما كانش عندكم الخلاط. نوضع فيه 3 حبات ديال البيض، طبعا يكون بحرارة المطبخ. غادي نضيف ليهم داك البسكوي. حاولوا انكم نتوما تكونوا ديجا هرستوه او لا ما تضيفوش كلشي، بقى طحنوا شويه بشويه الا كنتو مبغيتوش تضيفوا كلشي. انا درت 5 د الباكيات، يعني كل وحده كدير درهم. غنضيف ليه كاس الحليب، وغنضيف ايضا من بعد المكونات. هنايا نضفت قبيصه الملح، نسيت ما وريتهاش لكم، ضروري انكم ديروا قبيصه الملح لتصحيح الذوق. طبعا هنا غنطحن هاد المكونات مزيان، كطحن لك البسكوي مع الحليب والبيض، غير يتخلط مزيان. كما شفتوا عمليه راه ساهله ما صعيباش. صافي هنايا كما شفتوا من بعد ما خلطت مزيان غادي نوريكم عن قرب كيفاش تشوفوا الخليط. يعني ما غاديش تحتاجوا انكم تطربوا البيض مزيان ولا شي حاجه. انا غنضيف ربع كاس ديال الزيت كما شفتوا معايا، ما درتش نص كاس ولا كاس، ربع كاس فقط. وغنضيف ايضا كاس معامر ديال السكر السنيده. كما كتعرفوا الحلاوه البسكوي حلو مع السكر غيجيكم حلو بزاف. هنا غنضيف 2 معالق كبار حتى 3 كما قلت لكم ديال غبره الكاكاو. وهنايا عندي غندير نكهه ديال القهوه، ندير راس معلقه صغيره. هنا بامكانكم تعوضوها بقهوه سريعه الذوبان الا كانت متوفره عندكم. انا درت النكهه كتجي واحد اللوغو صراحه زوين في هذا الكيك هذا. صافي هنا غنطحن مزيان حتى كنشوف الخليط تبدل اللون ديالو وتخلط مزيان كما كتشوفوا. نوريكم عن قرب الخليط راه بدا كيعقد شي شويه. وكما شفتوا درت 5 باكيات ديال البسكوي. هنايا المكون الاساسي اللي كما قلت لكم بدون خمارات عوضته بهاد البيكربونات. هاد البيكربونات الصراحه ما ديروا 3 المعالق حتى 4، يعني نتوما على حسب اللي بغيتو نتوما. انا درت 3 تقريبا معالق صغار. حاولوا انكم تخويو مزيان. كما كتعرفوا ديك البلاصه صغيره ما كتخوش مزيان. انا غنضيف 3 المعالق يكونوا صغار. انا عندي ملعقه كبيره ولكن عند ميزانك. ما كانش متوفر عندكم بامكانكم تديروا الخمارات، غديروا 3 الخمارات. انا هذا صراحه كنت كنجرب شو او ماشي مره ماشي جوج، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا المكون البيكربونات الصراحه اللي كيجي في الكيك رائع وكيخلي الكيكه تجي طالعه وهشيشه وتبارك الله كتجي زوينه. صافي هنا غادي نخلط مزيان
هاد الخليط ديال الكيك، نحاول انني نطحنو مزيان. صافي من بعد المول ديجا راني دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، وديما هاد العمليه كنديرها معكم، كنديرو في المجمد والاول عاد كنبدا العمليه. هنا الخليط كما شفتوا راه ما عقدش بزاف وما جاريش، يعني كيكون بين وبين. غناخذ المول كما سبق ليا او قلت لكم، المول القديم ديالنا كما كتشوفوا القالب، اي مول عندكم نتوما، اي مول نتوما متوفر عندكم تستعملوه. انا استعملت هذا صراحه كتجي فيه الكيكه طالعه تبارك الله بزاف، وهذا راه تبارك الله من زمان حنا كنعقلوا عليه، من صغرنا كنا كناكلوا هاد الكيكه العاديه. ونصيحه البيكربونات اللي كنتو غادي ديروهم ما تديروهش في الكيكه العاديه، يكفي انكم تديروا غير الخل والخمارات. كنتو غديروهم بغيتي ديروهم في الكيك يكون ديال الشكلاط ماشي العادي باش تنجح معاكم. صافي هنا غندخلو الفران عند درجه الحراره 180. من بعد ما يطيب نشعل عليه لتحت، ومن بعد ما يطيب نشعل عليه الفوق. وكما غنوريكم هنا ضروري انا كنفرش ليها الطاوه باش ما تحرقش ليا وتطيب على خاطر على درجه الحراره 170. نشوفها طلعت والفران كما شفتوا راه بارد. ومن بعد ندوز باش نحضر معكم العصير الاقتصادي. هنا العصير كما شفتوا معايا غيحتاج 2 حبات ديال البنانات، يمكنكم ديروا اكثر كيبقى اختيار لكم. واحد الساشيه ديال الفاني، نصف كاس سكر سنيده، بامكانكم ديروا اقل، بامكانكم ديروا اكثر او لا تستغنوا عليه، كيبقى على حسب الحلاوه. انا خديت اللبن كما شفتوا معايا، اللبن يكون خاتر ماشي جاري، اللبن هذا كنأكد عليه يكون خاتر. واحد الساشيه ديال عفوا دانون ديال الفاني. والجزر عندي هنا 3 حبات حتى 4 يكون مقشر ومقطع قبل وضعته في الماء. هنايا غادي نشد الجزر، غادي نديرو كما شفتوا معايا قطع، حيت لي داك اللب ديالو كيكون داخل او القلب ديالو غنديرو طيب، نقطعو قطع صغيره نديرو يطيب على جنب باش ما نطولش لكم الفيديو. هنا غادي ناخذ نصف لتر ديال اللبن، وكما غتشوفوا معايا اللبن راه كيكون داك العقد طبعا راه متوفر كما كتشوفوا، كيكون بحال الرايب، ما تشروش داك الجاري باش ننجح معكم هذا العصير هذا وكون على يقين. الا جربتوه غتولوا مدمنين عليه. غنضيف نصف كاس ديال السكر الصايده، طبعا كاس العنبه، واحد الساشيه ديال الفاني لتصحيح الذوق، وغناخذ ايضا ياغورت ديال الفاني. بامكانكم نتوما ديروا النكهه اللي بغيتو، انا كنفضل الفاني اللي كيعطي واحد مذاق زوين صراحه مع هذا العصير هذا، متوازن مع البنان. صافي نحاول نفرغ مزيان داك الدانون، حنا المغاربه صراحه ما خصش شي حاجه تطيح. صافي وهنا غادي نضيف 2 بنانات من بعد ما قشرتو، غادي نقطعو قطع صغيره مرصوات صغار على هذا الشكل هذا، او اللي بامكانكم تلوحوه هكا كان يبقى اختيار لكم، لكن الاحسن انكم تقطعوه باش يطيح لكم الزربه. صافي هنا كما شفتوا ضفت 2 حبات ديال البنانات، وغادي نطحن هاد المكونات مزيان حتى يطحن لي هاد العصير. ضروري انني غادي نطحنو، تشوفوه غادي يعقد، تطحنو غادي يعقد لكم تشوفوا البنان انه صافي طحن ما بقاش باين في العصير. عندكم ميزانكم طبعا. صافي هنا غادي نتوقف نخليه على جنب بما يوجد معايا الجزر، ومن بعد ان شاء الله باش نضيفو يخلي حتى يبرد طبعا، يكون برد شويه باش نضيفوه لهاد العصير ديال البنان واللبن. هنا كما شفتوا بعد ما طحنت مزيان بدا كيعقد شي شويه. صافي غادي نخليه كما قلت لكم على جنب، وناخذ داك الجزر او خيزو اللي تطلق من قبل، قطعته مرصوات صغار انا قبل كما كتشوفوا راه طايب. صافي وغادي نضيفوا العصير اللي طحنت. انا هنايا غادي نطحنو مزيان، ولكن غادي نخلي فيه شويه ديال المرصوات، انا كيعجبني صراحه ما يكونش مطحون بزاف. وانتم انت كيبقى لكم اختيار بانكم تطحنوه مزيان، يعني ما يبقاش باين لكم الجزر في العصير. انا هنا غادي نطحنو مزيان كما غتشاهدوا معايا.
نحاول ان نطحن العصير مع الجزر. طبعا راه عادي المرحله ديال الكل طبعا كيعرفها، غير هو عصير صراحه راه واعر واقتصادي، وكيجي بحال ديال الزنقه اللي كناخذو حنايا ب5 دراهم اولا مع 10 دراهم. هذا راه اقتصادي وكيخرج لكم كميه كبيره، يمكنكم تضاعفوا المكونات. هنا كما شفتوا من بعد راه تبدل اللون ديال العصير، وكما كتشوفوا راه كيجي عاقد. غنحاول انني نحيدو من الكاس ونوريكم كيفاش كيجي. كما كتشوفوا يجي على هذا الشكل هذا. باقي شويه د الحبات كما قلت لكم ديال الجزر، انا ما طحنتوش مزيان. وانتم بامكانكم انكم تطحنوا مزيان، يعني ما تخلوش فيه داك الحبات باينين. انا كيعجبني صراحه يكون فيه لانه خيزور صحي وطيب، يعني ما خضر مع حتى حاجه، وعصير كما قلت لكم صحي واقتصادي. وهنايا وصلنا لاخر الفيديو. من بعد ما طابت الكيكه زينتها بالشكلاط ودرت ليها من الفوق شويه ديال الفوتين، كان طبعا واجد عندي العصير ها هو. من بعد ما درتو في القرعه غنحاول اني نكبو معكم. كما كتشوفوا كيجي عاقد ورائع وصحي صراحه، تعطوه لولادكم الصغار وحتى الكبار كيحماقوا عليه، علاش لا. نحاول نوريكم عن قرب. عصير صحي وسهل وسريع، يعني كيوجد في دقائق. وهنا نقطع معكم واحد المورسو ديال الكيكه اللي كتجي من داخل مفشفشه، يعني كما شفتوا بلا خمارات بدون دقيق. غتوليو معتمدا على هذه الكيكه هذه. الا جربتوها كونوا على يقين انكم تولوا معتمدين عليها، غتبقاو دائما ديروها. وسهله وكما نشوف مكونات بسيطه جدا، يعني طبعا ما كيكونش عندكم دقيق في الدار ولا شي حاجه، غديروا غير البسكويت. وهنا كما شفتوا كتجي اسفنجيه، ما زعما ما خضره ما والو، وما غتكونش معجنه. صافي هنا وصلنا حتى لنهايه الفيديو. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم، وما تنسونيش من لي كومونتير، ونتلاقوا في فيديو قادم ان شاء الله. لكم ورحمه الله، مع السلامه.